يعني طول عمري كان نفسي اعمل فيديوهات يوتيوب. نسيت المايك، بس عمري ما توقعت ان انا اعملها في الاوضه عموما. في الاغلب انت طالما دخلت الفيديو ده فانت داخل ثانويه عامه السنه الجايه، او انت من ثانويه عامه السنه اللي فاتت وداخل. لو حابين اعمل لكم فيديو عن ماذا بعد ثانويه عامه، فدي فكره بفكر فيها انا وخالد جدا 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 صديقي. ممكن اجيبه معايا استضيفه او هستضيفه في اوضته يعني زي السنه اللي فاتت كده. فلو حابين نعمل فيديو عن الموضوع ده وماذا بعد، اكتبوا لي في الكومنتات. وانت من ثانويه عامه السنه اللي فاتت ابعت الفيديو لحد ثانويه عامه السنه دي واخرج، صدقني هو مش هيفيدك في حاجه وممكن يحسرك يعني ان انت ما عملتش كده. عموما الفيديو ده عشان وانا داخل ثانويه عامه كنت تايه متلخبط، مش فاهم ايه اللي المفروض يحصل ولا فاهم اي حاجه، وحاسس ان انا داخل حاجه انا مش عارف ايه اللي همر بيه ولا عارف ايه اللي هعدي عليه. فعشان كده قررت ان انا اعمل الفيديو ده وان انا احكي فيه القصه من بدايتها لحد نهايتها، كل فتره هتعدي بايه، كل فتره هتحس بايه، وكل فتره المفروض تعمل بيها ايه، واحكي لك القصه حرفيا قبل ما تخش ثانويه عامه لحد ما تدخل في الاخر. وفي الاخر اقول لك دي قصه مين يعني. يعني لو انت داخل ثانويه عامه او كده، اعتقد حاجه زي كده ممكن تفيدك ان انت هتعرف المراحل كلها وكل الحاجات اللي انت هتعدي بيها. فصدقني كمل الفيديو للاخر، اعمل سبسكرايب بقى ودوس الجرس والحاجات بتاعت اليوتيوب دي. طول عمري نفسي اقول الجمله دي، ما اعرفش بتعمل ايه، بس طول عمري نفسي عايز اسمع صوت جرس الاشتراك. ونبدا القصه في بدايه سنه 2021، وهنا ادرك بطل قصتنا النهارده ان هو كمان 8 شهور ثانويه عامه. بدا القلق والتوتر وكل حاجه حرفيا تصيبه، هو مش فاهم هو داخل يعمل ايه، بس هو فاهم ان دي السنه اللي هتحدد مصيره ومستقبله. وكأي شاب في تانية ثانوي قرر بطلنا ان هو مش هيهمه، هيستنى لما يخلص تانية ثانوي وفي تالتة ثانوي ربك هيبقى يحلها. والله العظيم يا جدع، طب نعمل ايه طيب؟ والله العظيم الدنيا غريبه، والله الله. وفعلا ده اللي عمل، بدأ ان هو يجرب اي حاجه غير ان هو يفكر في اللي داخل عليه، ومن غير ما يعرف دي كانت من اكتر الحاجات اللي فادته، لان هو كان داخل من غير ما يبقى موتر نفسه ولا قلق نفسه قوي. بدأ بقى يجرب اي حاجه، جرب الخيل، جرب جرب يلعب بولينج، جرب فكر فيها اي حاجه جت في بالك هو جرب ان هو يعملها، لحد ما وصل لشهر 8. وهنا ادرك ان هو خلاص هو حرفيا داخل ثانويه عامه، يا اخر الشهر ده يا بدايه الشهر الجاي. ده انا بنورك، ده انا بنورك. استر يا رب، انت جيت لي منين؟ جيت لي منين؟ والمدرسين اللي هم حجز معاهم كانوا صفر، هو ولا يعرف مدرسين ولا حجز مع حد ولا عمل اي حاجه. وهنا قرر ان هو يسال زمايله، وبدا يسال الناس الاكبر منه، ودخل على الجروبات عشان يشوف مين المدرسين اللي بيتقال عليهم ان هم كده. انت راجل ذوق، الله يخليك يا باشا، والله راجل محترم. الله يخليك يا باشا. وبعد ما دخل على الجروبات لقى ان الجروبات كلها بتتكلم حرفيا بيبقى عن حد واحد وبيتكلموا عليه، بدأ يدرك ان في حاجه غلط. كان عنده حس هندسي من وهو صغير. احذر وانتبه، فكم في الزوايا من خبايا. فقرر ان هو يسال زمايله فعلا، الناس اللي كانوا اكبر منه في الدفعه اللي فاتت، يسالهم هم عملوا ايه وايه الدنيا معاهم. وبدا يسالهم واحد واحد، وسمع اسامي المدرسين اللي هم كانوا بياخدوا معاهم، وكان عنده اخ اكبر منه فساله هو كان بياخد مع مين. وشتان الفارق بين اللي كان دول بياخدوا معاهم وهو كان بياخد معاهم، فرق يعني حرفيا تحس ان في فرق ثقافات، الجيل القديم غير الجيل الجديد حرفيا. وهنا قرر ان هو ياخد الريسك وان هو يعمل ايه، يجرب الاثنين. وبدأ فعلا يجرب الاتنين مدرسين، جرب هنا وجرب هنا، وبدأ ياخد قراراته على مناطق غريبة جدا، مش الشرح ولا الكلام ده، هو مرتاح لمين عشان هو هيكمل معاه طول السنه حرفيا. فبدا يسيب مدرسين عشان ده ألدغ، وبدا يسيب مدرسين حرفيا عشان طريقته كبيره ومش نافعه معاه، ويختار مدرسين يعني حرفيا في ناس كتيره بتشتم فيهم، بس هو قرر ان هو ما يصدقش الحاجات اللي بتتقال دي عشان هو حس ان الموضوع اوفر شويه، وقرر يجرب بنفسه. مستقبلك ملوش ملامح. ودي كانت حاجه كويسه وحاجه وحشه، لان هو كان ممكن يبقى ريسك، كان ممكن يبعده وكان ممكن يقربه، بس هو عشان عرف يتعامل، لان هو خد باله ان هو اللي هيتعامل مع المدرسين دول هو اللي هيكمل السنه. فانت لو قادر تتعامل مع حد الناس مش قادره تتعامل معاه، ده عادي. ليه؟ يعني بنفس منطق ان كل واحد ليه صحابه مختلفين، واحد بيعرف يتعامل مع ده بقرب، واحد ما بيعرفش يتعامل معاه بقرب. هي نفس الفكره، انت بتفهم من ده غيرك ما بيفهمش منه، وقرر ان هو يكمل على المنطق ده، وفعلا يعني نفعه المنطق في الاخر. وخلاص كان المفروض ان هو يبدا السنه، وبدا السنه حرفيا على يوم 11/9، وده اللي ناس كتيره بتقول عليه متاخر، بس هو كان فاكر دي كانت اول حصه كيمستري ياخدها، اول حصه فيزيكس ياخدها، واول حصص في مواد كتيره. هو ممكن كان بادئ عربي بس. ودخل هنا صاحبنا قلق الثانويه العامه والتوتر بتاعها، وما كانش عارف هو هيعمل ايه فيها. بدا اول 3 شهور وهو مرعوب حرفيا وخايف من كل خطوه بيعملها، وحاسس ان كل خطوه بيتحدد عليها مستقبله. فكان بادئ دايس في كل ماده حرفيا، دايس في الكيمستري، دايس في الفيزيكس، بيحل في كل حاجه اكتر من كتابين، وعمال انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. وهنا بدا ياخد باله من حاجه، ان المنهج مش صعب زي ما هو كان فاكر، وان ممكن الناس هي اللي كانت بتأفور،
وان ثانويه عامه في الاغلب كده هتطلع اوفر ريتد. بس عزيزي مش محتاج اقول لك ان صاحبنا ده كان شايف الصوره من بره حرفيا، لان هو بدا يضغط على نفسه بزياده، وبعد 3 شهور من الضغط على نفسه ده وان هو ما بيديش وقت لنفسه حرفيا بدا يتعب، واكتشف ان ثانويه عامه مش اوفر ريتد، وان الناس ما كانتش شايفه المنهج صعب ولا حاجه. هي المشكله ان الناس طلعوا عملوا زيه، وان هم طلعوا ادوا اول 3 شهور حرفيا كل حاجه عندهم، وجم بعد 3 شهور بداوا يحسوا ان هم مش قادرين، وان هم مش قادرين يكملوا. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ وهنا بدا القلق والتوتر يتمسكوا، وان هو مش هيقدر يكمل السنه، وان هو ضيع الانرجي بتاعته حرفيا. وهنا قرر اغرب قرار ممكن حد يقرره، وبدل ما يقرر ان هو يحاول يدوس ويجلد نفسه ويعمل اكتر، قرر ان هو يدي لنفسه يومين راحه من غير اي شغل خالص. انا هريح نفسي وهدي نفسي حق. وفعلا خد يومين من غير اي مذاكره خالص، وبعدها رجع ان هو يذاكر تاني. بس من هنا قرر ان هو لازم يبقى فيه وقت لنفسه، لان هو من غير وقت لنفسه هيرجع يتحط في الزون دي تاني، وممكن المره الجايه ما يقدرش يلحق نفسه. وفعلا دخل اخر شهرين واللي هم كانوا قبل الاجازه، وقرر برضه نفس قرار يعتبر غريب بالنسبه لناس كتيره، وقرر ان هو في الفتره دي مش هيعمل اي حاجه زياده، بمعنى هيتفرج على الحصه ويحل الواجب بتاعها وخلاص. مفيش ولا حل كتب خارجيه ولا حل اي حاجه، لان هو ممكن حرفيا يجيله بيرن اوت في اي لحظه دلوقتي. هو كل اللي هو عايز ايه؟ يزق الدنيا معاه لحد الاجازه. وفعلا بدا يعمل كده، وكانوا شهرين من اتقل الشهور اللي عدت عليه في ثانويه عامه. حرفيا كان طول اليوم بيحس ان هو تعبان، مش قادر ومش قادر يكمل، وبدا ان هو ينهار نفسيا. وحرفيا لو سالت اي حد في ثانويه عامه هيقول لك ان دي فتره بتبقى غالبا هي اصعب فتره عليه في ثانويه عامه، لان بيبقى حاسس ان لسه قدامه كتير قوي. والمشكله مش في المنهج، المشكله في الضغط النفسي اللي عليه، فكره ان انت دي اللي هتحدد مستقبلك، وفكره ان هي حرفيا هي اللي بتحدد كل حاجه في حياتك. ودي حاجه مغلوطه، لان ثانويه عامه مش هي اللي بتحدد مستقبلك، هي ثانويه عامه السنه اللي بتبني شخصيتك اللي هتكمل بيها. مش معنى الكليه اللي انت هتخشها ان هو ده مستقبلك، معنى الشخصيه اللي اتبنت دلوقتي هي دي مستقبلك. يعني عندك انا في كليه هندسه وبعمل لك فيديو يوتيوب دلوقتي، يعني ما اعتقدش ان ده كان هيبقى مستقبلي في هندسه. وحرفيا صاحبنا ده فضل يزق الدنيا لحد اخر يوم قبل الاجازه، ومن كتر ما هو ما كانش قادر في حصه سابها وقال هيبقى يتفرج عليها بعد الاجازه. وحرفيا الحصه دي كانت اخر حصه في ليسون في تشابتر، يعني تشابتر 4 في الكيمستري هي اخر حصه فيه، اللي هي كماله للي قبله. فده كان حرفيا برضو ريسك، بس هو كان حاسس ان هو مش قادر، وان هو لازم يوقف اللي بيحصل ده، لان هو فعلا ما كانش قادر. وهنا عدت عليه المرحله اللي بعدها، واللي هي الاجازه. وزي اللي ممكن ناس كتيره فيها تقول لك ان انت ما تاخدش اجازه، مش احسن حاجه ان انت تاخد اجازه. وصاحبنا قرر ان هو يعمل عكس اللي بيتقال، وخد الاجازه كامله وفوقيها 3 ايام كمان. وحرفيا قعد يجرب هواياته، وعمل اكتر حاجه بيحبها وكان مفتقدها من ساعه ما بدا ثانويه عامه، وهي الجيمنج. حمل لعبه كان نفسه فيها وهي سبايدر مان يعني حرفيا، يا باشا قاعد يعيش ويلعب ويرتع ويعمل كل حاجه كان محتاج يعملها. وبعدها جت فتره الرجوع بعد الاجازه، واللي هي تاني اصعب فتره، لان حرفيا انت بتبقى حاسس انا هرجع للهم ده تاني. وهنا قرر صاحبنا ان هو ياخد ريسك كمان، ويقعد اول اسبوعين هو بيسخن نفسه، هو بيعود نفسه، بيرجع نفسه تاني لمود المذاكره. وهنا يجي الشهرين اللي قبل المراجعه، واللي هنا بيتحدد فيهم حاجات كتيره جدا. الشهرين دول قرر صاحبنا بقى ان هو ده الوقت اللي هو لازم يدوس فيه، هو لازم يعمل فيه كل حاجه. وبدا ان هو يدوس في مذاكره حاجات جديده، وان هو يحل من الكتب الخارجيه على الحاجات القديمه، عشان لما تيجي المراجعه يبقى فاكر. وكانت من اكتر الحاجات اللي فرقت معاه في السنه، لان هو ما كانش متخيل ان هي تفرق معاه كده. حرفيا الفتره دي عدت على وشه شويه، بس هو استرجل وداس فيها، بدا يقلل كل حاجه في حياته، الجيم اللي كان بيروحه كل حاجه حرفيا قللها، وعمل زي ما قلنا. وفي الاخر بدات المراجعه، واكتشف ان هو مريح نفسه جدا في المراجعه. هو في المراجعه الناس بتراجع وهو فاكر اصلا الكلام، هو مش محتاج يراجع. ودخل على اخر شهرين في ثانويه عامه، اللي هم من شهر 4 ل 6، وحرفيا هم فتره المراجعات. وبقى يفتح حصه المراجعه يراجع بسرعه جدا، لان هو اصلا حالل على الكلام ده قبل كده، ويخش على الحل. وبدا الفتره دي واللي هي اكتر فتره تركز فيها على الحل. بدا ان هو ما يتفرجش على فيديوهات كتيره، ما يتفرجش على فيديوهات الحل، ولا يعمل اي حاجه. كل اللي هو بيعمله ان هو بيحل بنفسه، والسؤال اللي بيغلط فيه بيكتبه ويكتب فكرته ويلوم نفسه لو غلط فيه تاني. وقعد صاحبنا حرفيا كده الشهرين مش بيتفرج على فيديو مراجعه كامله، بيتفرج على النقط اللي هو محتاجها، ويقعد يحل 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 لحد ما حرفيا خلص حل كل حاجه، فرجع يحلهم تاني. ووصل بعدها لشهر الامتحانات، واللي ناس كتيره بتبقى فاكره ان هو شهر ضغط وكده، بس هو كان فعليا شهر ضغطه اخف بكتير من اللي كان موجود فيه. كان فعلا حاسس ان هو بيخلص، حاسس ان هو هيرتاح، حاسس ان هو خلاص، عارف لما تبقى في اخر حته في الحقنه، حاسس ان هو ناقص له حرفيا حوالي
اسبوعين او 3 اسابيع وكابوس الثانويه العامه ينتهي. وبعد اخر يوم امتحانات حس بالارتياح، حس ان هو خلص وكل اللي هو كان مستنيه النتيجه. ده ملخص سريع للي صاحبنا عمله في فترات ثانويه عامه، واللي عايز اقوله لك بقى ان صاحبنا في الاخر ده هو اصلا انا، وان النتيجه بتاعتي في الاخر كانت الرابعه على الجمهوريه. انا ما كنتش داخل عارف اي حاجه، ولا كنت داخل عارف انا هعمل ايه، ولا كنت داخل عارف كل حاجه. انا حرفيا جربت في كل رحله من ثانويه عامه، جربت ان انا اعيش. دي الحاجه اللي انت المفروض ما تخافش منها، انت تجرب تعيش قصتك، هي حياتك، هي حياتك. مش شرط تعمل نفس اللي انا عملته، ومش شرط تعمل نفس اللي اخويا عمله، مش شرط تعمل نفس اللي الناس قبليه عملوا. انا خدت مع ناس ميكس، جربت حاجات ليا، عملت حاجات ناس كتيره كانت بتقول انها غلط انك تعملها. وهنا انا مش بقول لك انه غلط انك تسمع النصيحه، لا اسمع النصيحه، بس الغلط انك تعيش زي حد تاني. احنا مختلفين، كل واحد ليه قصته، وكل واحد فيه حاجات اكتر هتريحه. الصح انك تعيش قصتك وتعمل رحلتك. وتعالى الخص لك الدنيا بسرعه في ايه هي الشهور وايه الفترات اللي هتعدي عليها في ثانويه عامه. اول فتره وهي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، وهي فتره اللخبطه. انت متلخبط تختار مين من المدرسين، ومتلخبط ان انت تجرب مين، ومتلخبط ان انت تجرب اصلا وخايف. فاللي عايز اقوله لك ان انت عادي ان انت تجرب، عادي ان انت تختار، ومش شرط تختار على مبنى اساس علمي او مبنى ناس قالوه لك. اللي عايز اقوله لك ان حرفيا معظم الحاجات اللي على الجروبات، مش قصدي حاجه، بس هي مش بتبقى صح، وشفنا كتير قوي اثبت ان هم بيبقوا فيك اكونتس وكده. فالفكره كلها ان انت تجرب بنفسك، انت مرتاح مع ده، لو انت مرتاح معاه هتعرف تتعامل معاه. وهي دي اهم حاجه في السنه. انا مش بختار حد عشان شاطر وانا مش فاهم منه. طب ما هو شاطر، انا استفدت ايه وانا مش فاهم منه؟ انا بختار حد عشان مرتاح معاه نفسيا، فاهم منه، قادر احدد معاه. وفعلا اللي انا خدت معاهم كانوا ناس كتيره جدا بتشتمهم في سنتي وبتقول ان هم مش احسن حاجه. تاني فتره وهي الفتره الورديه اللي بتحس فيها هي دي ثانويه عامه اللي الناس بتتريق عليها وبعدها بتكتشف ان انت جاموسه زيهم، وان ثانويه عامه حرفيا داست على وشك، وان هي بتديك الامل الخادع اللي بتديه لناس كتيره جدا في الاول. فصدقني اول 3 شهور دول اللي المفروض تعملوا فيهم هو انك تبني روتين لحياتك. انا هبني طريقه مذاكره او طريقه لايف ستايل انا هعيش بيها، انا هعيش بالمنظر ده. مش شرط تعيش زي انا، لو عليا انا كنت بصحى الفجر كده كان هعمل فيديو عن الموضوع ده واعيش لحد اخر اليوم. بس لو عليك انت ابني الروتين اللي مريحك. هي دي فكره اول 3 شهور. اول 3 شهور المناهج فيهم حرفيا بتبقى سهله ومفيش ضغط عليك. فانت ابني روتين في وقت لنفسك، وقت لحياتك، وقت لمذاكرتك. وطبيعي مع الوقت وهو بيعدي وقت مذاكرتك بيزيد ووقت حياتك بيقل، وهو ده الطبيعي. بس لما تبقى باني روتين من الاول هيبقى الموضوع اسهل بكتير، وهتعرف تعمل الكلام ده لما تبقى بتاخده بشكل تدريجي. ما تبداش السنه ضاغط نفسك، شادد على نفسك، بتموت نفسك، لان صدقني ده مش اصح حاجه تعملها. وهتيجي بعد فتره هتلاقي ناس كتير هتلاقي ان انت تعبت جدا في الاخر. واسال ناس كتيره هتلاقيهم بيقولوا لك نفس الموضوع ده. الفتره اللي بعدها وهم الشهرين اللي قبل الاجازه، وصدقني الشهرين دول بيبقوا اكتر فتره فيها ضغط عليك. يعني حرفيا انت بتحس ان انت مش قادر، لان انت شايف ان المده اللي ناقصه طويله جدا، وبتكتشف ان السنه عباره عن ترمين مش ترم واحد. فبتبقى ازمه كبيره جدا. فاحسن حاجه تعملها في الفتره دي هي انك تعديها، تحاول تطلع باقل الخسائر. حرفيا انك ما تراكمش، صدقني ما تراكمش. دي اهم حاجه تعملها، تحاول تطلع باقل الخسائر. هو انك بتذاكر الحاجه اللي عندك على قد مذاكرتها لحد ما تخلص الفتره دي. الفتره اللي بعدها وهم الشهرين اللي بعد الاجازه، والشهرين اللي بعد الاجازه دول اللي هم اللي قبل المراجعه شهرين مهمين جدا، لان هم دول اللي هيحددوا هل انت في المراجعه هتبقى بتفتكر المعلومات اللي انت ناسيها، هل انت بتبقى بتراجع من الاول مش قادر كل الكلام ده، ولا انت فعلا كويس وكل اللي انت هتعمله هتبقى بتحل زيي. فالشهرين دول صدقني احسن حاجه تعملها فيهم هو انك تذاكر الحاجه الجديده وتحل عليها. حل الخارجي، الكتب الخارجيه خليه في الوقت ده ساعتها على الحاجات القديمه، على تشابتر 1 و2 و3، لان ده هيخليك ما تنساهمش، تخش المراجعه وانت فاكرهم، وهيفرق معاك جدا، وتبقى سابق ناس كتيره جدا بمده كويسه. يعني هم حرفيا هيبقوا لسه بيفتكروا المنهج. ناقص كده اخر شهرين في ثانويه عامه، واللي هم الشهرين اللي قبل الامتحانات، ودول حرفيا خليهم للحل. بس لو انت عملت اللي انا قلته لك قبل اخر شهرين هتلاقي ان انت في الفتره دي انت مش محتاج مراجعه جدا. انت بس يا دوبك بتتفرج على حصه المراجعه وبعدها بتدوس انت في الحل مع نفسك. حل كل حاجه بقى، كل حاجه تيجي قدامك، ملازم، نماذج استرشاديه، ما اعرفش ايه، كل الكلام ده حله في الفتره دي. دي احسن حاجه تعملها. واكتب اللي انت غلطته، لان كتابه اللي انت غلطت فيه ده هيخليك احسن، ويخليك ان انت تقدر ليله الامتحان تسترجع اللي انت غلطت فيه ده بسرعه، من غير ما يبقى وراك حاجات كتيره، او من غير ما تبقى مضطر تفتح حاجات كتيره. انت لو جمعتهم في حاجه واحده ده بيبقى افضل واحسن بكتير. واخر حاجه هو شهر الامتحانات، وده كل اللي مطلوب منك فيه انك تذاكر الماده اللي عليك في الامتحان، وبعدها تخش الامتحان. وصدقني انا عارف ان انت حاسس بضغط وقلق وتوتر وكل حاجه دلوقتي، بس ده الطبيعي، ده اللي كلنا كنا حاسينه، ده اللي انا كنت حاسه. ما كنتش اعرف في الاخر ان انا هبقى اوائل، يعني زي ما ناس كتيره بتقول وشايفين ان هو حاجه كبيره، بس اللي اكتشفته ان شغلي على نفسي بعد الاوائل هو ده اللي كان اهم، وهو ده اللي كان احسن. ده اللي عايز اقوله لك. ما تحبطش نفسك، ما تفكرش ان انت مش قدها، ما تفكرش ان انت كل الكلام ده، لان كل الناس ما كانتش عارفه هي بتعمل ايه، ما حدش فعليا كان فاهم هو بيعمل ايه. انت بتخش بتجرب،
حاول تخلي النصايح الناس حواليك عشان التجربه تبقى احسن. عارف ان النصايح كتيره دلوقتي وان انت متشتت، لو ليك حد قريب منك هيبقى افضل. الفيديو ده انا حكيت لك فيه حرفيا قصه حياتي في ثانويه عامه بالتفصيل من غير ما اتوهك كتير او اي حاجه، قلت لك كل مرحله حصل فيها ايه وكل حاجه. لو حابب فيديوهات من دي اكتر او حابب ان احنا نتكلم اكتر، نظام يومي، مذاكرتي، الكتب اللي عملنا فيها، كل حاجه قول لي. يعني زي ما انت شايف دي اوضتي، ده البوسترز بتاعتي انا قاعد في البيت بصور لك، كمان شويه هجيب مكتب هنا هبقى بصور لك فيه، قول لي ان شاء الله يعني. فلو حابب الحاجات دي قول لي ونكتر منها. انا بس حابب يعني زي ما بقول لك ان انا بعمل الحاجات دي لان انا كان نفسي حد يقول لي الكلام ده وانا داخل ثانويه عامه. بس صدقني عادي انك تبقى خايف، كلنا كنا كده. خش جرب، عيش حياتك، عيش قصتك، دي سنه من حياتك ما تعملهاش سكيب. السنه دي اكتر سنه هتاثر في شخصيتك، اكتر سنه هتحدد انت مين بعد كده، مش عشان الكليه، عشان تاثيرها في شخصيتك. اختياراتك في السنه دي هي اللي هتخليك بني ادم بعد كده، هي اللي هتخليك. يعني حاسس ان انا افورت، بس صدقني انا ثانويه عامه دي اتعلمت فيها حاجات كتيره جدا جدا جدا، واهمهم فضل القرب من ربنا. يعني بجد 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 والله ما في حاجه من اللي انا بقولها لك دي شطاره، والله كله بسبب ربنا. فصدقني اكتر سنه ممكن تتعلم فيها حاجات، اكتر سنه عندك الناس مركزه عليك ومدياك اتنشن، انا عارف، بس ده بيخليك ان انت عندك قدره ان انت تعمل حاجات، عندك وقت ان انت تجرب حاجات، مش حاجات على قد ما هي زي ما انت فاكر ان هو خروجات وكده، بس تجرب حاجات في حياتك، تجرب ان انت تقرب. عارف ان انت ممكن تبقى بعيد دلوقتي، بس صدقني جرب القرب من ربنا، القرب من ربنا حلو. تجرب ان انت تشيل مسؤوليه، اول سنه هتشيل فيها مسؤوليه، عارف ان الموضوع يخد، بس تجربتك دي في حد ذاتها بتخليك بني ادم مختلف. تجرب ان انت يبقى وراك حاجه لازم تعملها حتى وانت مش قادر، دي حاجه هتغير فيك جدا. فصدقني دي الحاجات الاهم ان انت تكتسبها من مجموعك في الاخر، لان ياما شفنا ناس كتيره دخلوا هندسه وفي الاخر ما اشتغلوش بيها اصلا. انا بعمل لك فيديو يوتيوب دلوقتي. فصدقني تغييرك في شخصيتك هو ده اللي هيأثر عليك، تغييرك في نفسك، تحكمك في نفسك، تحكمك في قراراتك، انك تعيش السنه ان انا هجرب هغلط هتعلم، هجرب هغلط هتعلم. دي المنتاليتي اللي انت هتفضل بيها بعد كده، وهتفضل تجرب وتغلط وتتعلم بعد كده. بس فصدقني خش السنه جرب اغلط اتعلم، وهتبقى حاجه كويسه ليك، وربنا معاك يا رب. واشوفك ايه، لا مش رابع يعني، مش هتوصل للمرحله دي